السلام عليكم متابعيني، ان شاء الله كله بخير. طبعا اليوم جايب لكم طريقة مال كيك الحليب تريليتشي، الكيك التركي. طبعا طريق مال اسفنجاني بالنسبة للقوالب للقطع وهاي الصاج. ان شاء الله راس الشهر انا انزلكم كل المقاطع، لان مثل ما تعرفون انا اشتغل بمحل نشتغل كميات احنا كبيرة، فالتصوير ما راح يفيدكم. فراس الشهر راح يوصل لي الفرن ان شاء الله، وصور لكم كل الطرق بمقادير قليلة يعني، وتدللون علي. خاصة هذا الصاج والصاج مال القطع والقوالب، كل الطرق راح انزلها ان شاء الله راس الشهر. طبعا هاي هيجي مقطع، لان ماكو القناة ما ننزل بيها مقاطع هواي، فنزلت مقطع هذا هيجي مال تأزين. ان شاء الله راس الشهر انزل لكم مقاطع مال اسفنج كلها من البداية لحد النهاية. طبعا هذا طريقة مال كيك الحليب، طبعا هاي بالمعامل وعلى الطريقة التركية. طبعا المقادير الصاج 40 في 60، اخلي لي 4 حليب باكيت، ولازم تخلونه كريمة الخفق. هاي كريمة الطبخ يسموها، كريمة الطبخ الحيوانية اللي بيها نسبة دهون. هاي تثخن الحليب شوية وتعطيه طعم كلش طيب، حلال الحليب يعني، تعطيه طعم شلون يعني قريب للجمال. هاي مثل ما تشوفون اسقي شوية من الوجه، مو وايد اخليه بس الوجه، لان انا راح اقطع الصاج واخلي بالعلب اللي راح اعرض بيه القطع راح اخلي حليب مثل بالفيديو كل شيء موضح لكم. هاي اول طبقة كريمة شانتيه. طبعا ناشر لكم الطريقة مال الكريمة، كيلو مي بارد وكيس كريمة شانتيه. ناشر لكم الطريقة بالقناة، وخفق لمدة 8 دقائق. طبعا هاي اول طبقة، خلينا الحليب. الثانية الكريمة. طبعا ورا ما اخلي الكريمة راح اجيب المروال الكراميل. هذا السطل سعره 25. طبعا لازم يتخفف بمي لين يجي ثخين ما يمشي على الوجه. انا مخففه بمي مثل ما جاي تشوفون، حتى من اسفل بيه الوجه. غير ملاحظة، غير مروال ما يصير الطعم كله يتغير، لازم مروال كريم كراميل. هاي مثل ما جاي تشوفون الطريقة كلش سهلة. عندي المروال الابيض راح اجي ازين بيه الوجه مثل ما جاي تشوفون. اسوي شلون الشخوط هيجي طول عرض، ماكو مشكلة، انتو حسب الذوق. بس هاي يعني الطريقة مالتها الأصلية تريليتشي. هاي شوي صعبت هواي. هاي الطريقة التركية مثل ما جاي تشوفون. تجيبون عود مال أسنان، أي عود يصير، هيك تنقشون بيه. تريدون يمنى يسرى كيفكم بعد، انتو حسب المزاج. هاي طريقة سهلة وسهلة مثل ما جاي تشوفون. هذا عند الصاج طبعا قياسه 40 في 60. احنا نشتغل بالمعامل، كل معامل تشتغل هيك، وارتفاعه اعتقد 5 سنتيم. هاي مثل ما جاي تشوفون. هذا الصاج يطلع عندي 21 قطعة مثل ما جاي تشوفون. ليش انقطع اول شي عرض. يطلع عندي بالعرض 7 قطع. 7 قطع تقسيم 60، قلنا احنا القالب 7 تقسيم 60. شوي رياضيات صارت معي. تطلع عرض القطعة تقريبا 8 هيجي قياس القطعة. انتو ضربوها يمكن 7 تقسيم 60 العرض مالتها. وبالطول طلع عندي 3 قطع، يعني 3 تقسيم 40 سنتيم. شوف ايش قد تطلع لكم قياس القطعة. هاي مثل ما جاي تشوفون. اخلي ربع العلبة. طبعا هاي العلبة احنا بالمحل نبيعها ب2.5، يعني قطعة كبيرة ومصروف عليها من ناحية العلبة، من ناحية الحليب، الكريمة، الخفق، نوعية زينة براتوس. هاي احسن نوعية بالسوق. شوفوا مثل ما تشوفون المتابعين، شوفوا القطعة شلون كبيرة. احنا نبيعها بالمحل ب2.5. اللي يحب يعني يتفضل محلنا هنا بالمحل. انتو تقدرون تشتغلوها هيجي، اللي يشتغل هذا البيت تقدرون تشتغلوا هيك تبيعوها للاسواقات. انتو تحسبون التكاليف مالتها وتبيعون باللي يصرف لكم. احنا بالنسبة لنا بالمحل نبيعها ب2.5. الصاج 40 في 60 يطلع 21 قطعة. 21 قطعة في 2.5 يطلع عندي 52.5. 52 صح. هاي مثل ما جاي تشوفون. ورا ما قطعناها نخليها بعلب. بعد انتو تجيبون علب اصغر، تبيعون تريدون قطع اصغر، ان شاء الله انا راس الشهر كل الطرق انزلها ان شاء الله. صوروا لي منها راس الشهر، بس يوصل لي الفرن، موصل على فرن اني
بس يوصل لي واصور لكم كل الطرق بالاسفنج بالطحين تدلون. انا هواية اقرا التعليقات انه كاتبين لي الطرق والطرق، بس انا بالشغل عندي مقادير وهواية يعني. احنا كلنا نشتغل 10 صاجات الخلاط تشبين مواتنا 10 صاجات وفوق. فانتظرونا من الراشة اذا خلانا طيبين ان شاء الله انزلكم كل الطرق تدللون. والله يرزق الجميع. اذا عجبكم المقطع خلونا لايك وتعليق حلو مثلكم، وكتبوا لي تريدون انزلكم الطرق كليتها، كتبوا لي بالتعليق.